مستحيل يكون في فقاعة عقارية في مصر. فقاعة عقارية يعني التمن على الفاضي، يعني المعروض أكتر بكتير من موجود، واللي بيحصل في مصر بالعكس تماما. احنا دلوقتي في حالة ركود عقاري وليس فقاعة عقارية، ده بسبب غلاء الوحدات العقارية مقارنة بالقدرة الشرائية في السوق. احنا 105 مليون بني آدم، بنزيد 2.5% كل سنة، وقاعدين في 10% بس من مساحة مصر. ده غير كمان ان احنا عندنا اكتر من 20 مليون بني آدم عايزين شقة، ده غير طبعا 900 ألف حالة زواج بتحصل كل سنة. كل دول بقى محتاجين عقارات، محتاجين على الأقل 3 مليون وحدة سكنية عشان نقدر نقول الفجوة دي انتهت، ومحتاجين من 500 ل 600 ألف وحدة سكنية كل سنة عشان ما يحصلش فجوة جديدة. فبالتالي مستحيل ان تحصل اي فقاعة عقارية في وقت قريب. احنا لغاية 2050 بس مساحة الرقعة السكنية هتبقى حوالي 14%، يعني هتزيد 4% عن الوقت الحالي. وده طبعا هيتعمل في اكتر من 20 مدينة جديدة بتبنيهم الدولة والمطورين العقاريين، مدن جديدة زي الجلالة والعالمين والعاصمة الإدارية، ده غير طبعا التوسعات اللي بتحصل في شرق القاهرة. في استثمارات موجودة ثمنها حوالي 700 مليار جنيه موجودة بس في التوسع العمراني. السوق العقاري المصري بيزيد بنسبة 8% خلال آخر كام سنة. كل دي بقى مؤشرات بتقولك ان استحالة يكون في مصر فقاعة عقارية، وان دي بقى الفرصة الحقيقية انك تستثمر وتشتري في عقار عشان هيزيد واستثمارك فيه هيبقى ناجح 100% ومضمون. فبلاش بقى الاشاعات تخليك تاخد قرار مالي او استثماري خطأ. ولو انت بقى بتدور على عقار جديد وعايز تستثمر فيه ابعتلي وفريق المبيعات هيتواصل معاك.